ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير وينعاد يا رب علينا جميعا بالخير. تعالوا بقى شوفوا الكحك وجماله. كحك بكل انواعه، هو بالعجميه وبملبن وبعجوه والساده كمان، وعاملينه احلى واجمل من اي ماركه في مصر. ولا تقولوا لي اطول ولا تقولوا لي العب. تعالوا شوفوا الكحكايه وجمالها، ولا دوبانها من جوه، ولا نفشتها من جوه. شوفوا الكحكايه اصلا دايبه ازاي. يلا نبتدي كده ونسمي الله ونشوف تفاصيل عمايل الكحك خطوه خطوه، واقول لكم على كل تفاصيله وكل تكاته. يلا بينا. دلوقتي كده احنا هنبتدي نخلط دقيق، اللي هم قد ايه بقى؟ دول 4 كيلو دقيق. انا نخلهم ما فاضلش غير الشويه دول، هكملهم 4 كيلو دقيق واقول لكم بقيت ايه المقادير. ال 4 كيلو او الكيلو عامه، خلينا نتكلم بالكيلو عشان الناس اللي بتعمل اقل من كده. كيلو دقيق بياخد 650 جرام سمنه او زبده المتاح عندك. يعني يبقى كده زي ما قلت لكم، هقول تاني، كيلو دقيق 650 جرام، 650 جرام. فال4 كيلو دول هياخدوا 2 كيلو 450، يعني 2 كيلو ونص. هحط انا 50 جرام دول. وتعالوا بقى ايه تاني معانا هنحطه على الدقيق. وهنبتدي اجهز الاول الحاجات الجافه كلها هنا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. دي ريحه الكحك بتلاقيها عند العطار واللي هم بيبيعوا مستلزمات الحلويات. ريحه الكحك بس لازم تمرريها في المنخل الاول عشان الحاجات الخشنه دي. الحاجات الخشنه دي هو اساسا ريحه الكحك بتتكون من القرنفل والحبهان، وفيها في مكون تالت بس انا مش فاكره اسمه دلوقتي، هبقى اقول لكم عليه بس افتكر اسمه. ماشي. ومعانا دي 8 كيلو سمسم، 8 كيلو سمسم. وطبعا بتنقوه الاول سمسم محمص. انا هشتغل يا جماعه مش على السخن ولا حتى ولا يعتبر بارد، وانا بفك السمنه بس او بفك الزبده، لا بقدحها ولا بسيبها ساقعه، بفكها بس كده تبقى سايله قبل ما تسخن، بقوم جايه شغاله بيها على طول. بصوا بقى الحاجات دي اختياريه بس انا بعشقها. ريحتها بتدي نفس ريحه الكحك اللي بتجيبيه جاهز من بره من اغلى الاماكن. الحاجات ديت تركيبه كده بتجيبها من عند العطار، هي المفروض دي ريحه سمنه بلدي ماشي، مع ريحه جوز الهند اهي، مع ريحه الورد. التلاته دول بيدوا مع ريحه الكحك البودر، بيدوا ميكس تحفه قوي، وتشميه كانك جايباه جاهز بالظبط. واساسي معانا رشه الملح. فاي طبعا انتوا عارفين شغل في العجين او كده لازم نحط ايه رشه الملح دي. وهنحط شويه سكر. السكر بصوا انا ما بعايرش السكر كده ايه، بحب يعني بحطه بالبركه. في ناس بتحب الكحكايه السكر باين فيها، في ناس لا، كده حلو. حوالي انا حاطه ايه كبشتين، وهقلب بقى ده كده كله في بعضه. وتعالوا للخطوه الجايه هعمل ايه. معايا ده بقى كيلو لبن. كيلو اللبن ده دافي، بس لو هو انا مش هستخدمه كله، على حسب كمان نوع الدقيق. ودوت حاجه معايا اهي افضي فيها كده شويه لبن الاول، واحط معاها شويه سكر عشان نجهز الخميره على ما افك الزبده. وشويه سكر وادي الخميره. حابه تستخدمي خميره بيره استخدمي، خميره فوريه اللي موجود ايه عندك استخدميه. لازم طبعا بنعمل للخميره اختبار بره، بس انا مجرباها. احنا على فكره النهارده رابع يوم شغالين كحك وبسكوت، يعني النهارده رابع يوم شغالين كحك وبسكوت. انا وامي وجيراني بقى واصحابي والكلام دوت. وديت المفروض اخر عجنه، فقلت لا لازم اصور بقى اخر عجنه في الكحك دي بتاعت انا بقى. هركن ديت هغطيها واسيبها ايه لحد ما تبتدي ايه تخمر شويه. بعدين انا عارفه ان النتيجه بتاعتها يعني الحمد لله، لاني شغاله منها من الكام يوم اللي فاتوا. وادي السمنه. معلش يا محمد ناولني كده الحله دي. بصوا
ادي الزبده قلت لكم ان انا ايه بستخدمها قبل كده، قلت لكم عليها، هرجع اقول لكم عليها تاني. دول 2 كيلو ونص، ده نص بلدي. ما عندكيش بلدي عايزه تستخدمي كله خليط استخدمي كله خليط، عايزه السمنه من العاديه استخدمي السمنه من العاديه اللي يعجبك واللي بترتاحي فيه اشتغلي فيه. هفك انا الايه السمنه وانا كل بقيت زي كده. المنظر ده كده. هفضي السمنه الاول وارجع لكم كده. خلاص وانا بفك اخر حاجه في الزبده اهي، انا مطلعاها طبعا من الفريزر، شايفين طريه اهي. هفك بقى التالت ده واخدها افكها على النار الاول وبعدين نيجي نشتغل ونشوف هنعمل ايه. بعد ما حطينا الاضافات زي ما قلت لكم وادي السمنه فكيناها، هنبتدي بقى ايه في مرحله بسط العجين، ودي اهم مرحله في الكحك. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي ربنا يحسب ما بين ايدينا. اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم. صوري يا ساره. ايوه بصوا لازم كده وبعزم ما فيكم بقى. ها لا دي مالكوش دعوه باللي بتدلع دي. هو احنا المفروض كل واحده فينا بتاخد مره، بس هي بتدلع. بساعدك ناخد دور. كل واحد بياخد دور. تاخدي العجين كده شويه شويه على كف ايدك وبالكف التاني كده دعك، وهي دي اهم خطوه عشان تخلي الكحكايه دايبه، هي البس دي. خدي الصور بتبقى عندك كده. وبتحطي بقى السمنه في المرحله دي بالتدريج شويه شويه. لا ما انا هدمك دلوقتي الدور بتاعها حبيبتي، لا تقلقي. هو انا هعمل لوحدي ولا ايه؟ هتلف لفه وتقع. انا عارفه. طب روحي. شكرا يا سوسو. روحي شويه. هتاخدي شويه؟ يلا خدي بسم دور. الله. بسم الله. وانا ما بصدق بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده شدي شدي يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. شمري لي ايدي بس مش قوي شمر لك عشان مش عايزه ايدي تطلع في ايوه وهي شغاله كده. ايوه عشان انا مش عايزه ايه. وخلي بالك انا ما ببصش حاجه من الفيديو، بنزله زي ما هو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا عجبت معاكم النهارده. ايوه. كل سنه وانتم طيبين. مش طيب. الله عليك. الله عليك يا حبيب والديك. الله عليكم. الناس بقى اللي بتحب الكحكه ناشفه شويه هتعمل نص كيلو للكيلو. قلتي المقادير؟ هتعمل نص كيلو بس، يعني هشيل 150 جرام من مقادير الكيلو. شطوره. خلاص يا ساره سيبيه. بس اللي وقع. بصوا حط شويه سمنه كمان. يلا يلا بسم الله. هاتي يا سوسكا. يلا حطي بالمعلقه ده، انا كنت بقلبها بس. حطي بسم الله الرحمن الرحيم. استني يلا. يلا اشتغل. بس استني بقى. معلش المرحله دي متعبه شويه بس هي دي اهم حاجه. دي بداك زي شوفي يا ساره دي. مفيش مجهود. طب اوعي بقى اما اخد شويه شويه تانية عشان انت فيصتي انت روحي. البرد عامل عمايل. لك الحمد. ينور. بس نور. هو اساسا النور اتطفى ولا إيه؟ شوفي الفيشه عندك عشان هاجر وقتت شدتها. صبري يا خالد. رايك. اهي
شايفه بقت ازاي اهي. الدقيق بتاعكم زي الدقيق بتاعنا. بيشرب. خلي بالكم في دقيق بيشرب سمنه عن دقيق. عايزاه دايب ولا عايزاه ايه؟ زي بتاعنا يعني. بتاعنا. ماشي. ايوه هفضي السمنه بايدي. امال هرميها ولا ايه؟ شغالين بايدينا. انت مش واخده بالك ولا حاجه؟ هاتي المعلقه. وانا هنزل المعلقه. خدي دي بس. بيدوكوا يا جماعه كده مفيش حياعه ولا مش ياعه زي اللي قاعده جنبي دي، على اساس مش شايفانا واحنا شغالين بايدينا. خدي يا اختي. مش عارفه العيال دي ياعه واحنا اساسا شغالين بايدينا. لا ما انا كده دول ما باكلش. يعني ما تاكلوش. بسم الله. امال مش عاملينه كده؟ والله كل ده مش صبر. الله الرئيس وري البابلي بتقول لك ده كله خارج. المخرج ما قالش كده. المخرج قال له 200 والكت. احلى حاجه الخارج. وانت بتستقرضني. كفايه عليك يا ماما كده. البيت خايف عليك يا زياده. اوعي بقى. لسه واضحه. بصي يا خالته الحته دي. لا وانا مش هشيلها لسه واخده عيانه. ايه المشكله؟ ما عماله تعطس لما هتعدينا جنبها. على هو. بصوا يا جماعه على قد تعب والله العظيم عمايل الكحك، بس حلاوته في اللمه اللي احنا بنقعدها دي والضحك والتهريج اللي احنا بنقعده ده. هي دي بجد الفرحه بتاعت الكحك والعيد. يس يس يا اختي. شد حيلك شد يا اختي. اهو. ولسه بقيه الفريق جاي والله. اللبن دافي ولا؟ مدفيه. هو خلاص كده مش بتزودوا سمنه؟ لا كده خلاويص كده بقى. ده بصي اساسا يعني تعجن بالسمنه. مش محتاج. خلاص على حسب. هو كده كمان مش هياخد كيلو اللبن كله. هاتي الخميره الاول. بسم الله. خميره في كيس وراكي هنا. لا الخميره مجهزاها في الكوبايه. سجلت الحركه دي. سجلنا الحركه دي. بصوا بقى اهي كده. قربي يا جوجو كده. الخميره شغاله معاكي كويس. فانت بتعملي الحركه دي عشان تتاكدي ان الخميره ايه كويسه معاكي مش وحشه. يلا حط انا. حطي. بسم الله. هاتي اللبن يا ساره. هاتي ايوه بتاعت اللبن حطي هنا مكان الخميره. ايش احط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وخلي بالكم هو مش هياخد كيلو اللبن كله عشان احنا عاجنينه من شويه. كنا عاجنين عجنه ما خدش الكيلو برضو ايه كله. بسم الله. وعلى حسب برضو نوع الدقيق عشان ما اقولكوش مش هياخدوا كله والدقيق يختلف عن دقيق. التركه بقى. طريقه العجن. فتحي العجينه كده اهو. ايوه الكحك ما بيتلمش. الكحك بيروح ويجي. اشمعنى بقى يعني؟ لو عجنتيه زي العيش او زي مثلا ما بتعجني البيتزا او الكلام ده الكحكايه هتبقى ايه محطومه عارفه حاجه بقول لك ايه لبن يقين. ما بتنفش. لكن الكحك لازم يروح ويجي. حاجه اسمها تفتيح مش عجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بس استنى. يلا خدي سوسو. الله ينور. وعليك يا وز. السنه الجايه انا اجدع حاجه ابس معاها في الاول شويه وبعد كده ادبسها في باقي العجين. يبقى بنعمل لك كحكك يا جوجو يا رب ان شاء الله. عملهولك بايديا الاثنين يا هاجر. صورهولك واصورهولك. ده انا في كل حاجه يا هاجر ليكي. الكحك والبسكوت والفرش وكل حاجه. حبيبتي. وانا كمان حبيبتي. وانت يا ساره بس انت لسه مطوله معانا شويه. استغفر الله العظيم. ايوه امك كل ما تقول استغفر الله العظيم اعرفي انك انت بتقولي حاجه مش اللي هي خالص. تا معلش شويه تانيين. لا احنا عايزين نلم مش عايزين نعجن. الله اكبر. احنا بقى دلوقتي هنلم العجينه ونسيبها ترتاح شويه قبل ما نبتدي نشتغل فيها. فين الكيس اللي انت هتلمي كده؟ احنا هنعمل الاول الحشوه بتاعت الكحك. شويه حته الزبده عشان نهرس فيها العجوه. الزبده بتسخن بالمنظر ده وهنشيلها من على النار خالص. هنطفي عليها.
ودي معايا كيلو الا ربع عجوه مفرومه، جايباها مفرومه جاهزه. عندك بلح وعايزه تفرميها شغالة. انا كده طفيت النار. ودول شويه سمسم، حوالي 3 معالق سمسم بالمنظر ده. وهنبتدي بقى نهرس فيها. نبتدي نهرس فيها كده، وخلي بالك السمنه سخنه، فاشتغلي بالمعلقه لما الدنيا تهدى. وطبعا بتبقي مطلعاها من التلاجة، ما تبقاش سايباها في التلاجة عشان ما تزهقكيش في التقطيع كده. لما تبقى بره التلاجة بيتهرس معاكي بسهوله. خلص انا بالاول هرسها وبعدين نشوف هنعمل ايه. بصوا بعد ما اتهرست اهي بالمنظر ده كده اهي. شويه السمسم اللي بيتحطوا دول بيفرقوا في الطعم كتير بالمنظر ده اهو. هنبتدي بقى نعملها كور صغيره على قد الحشوه ونحطها في الاطباق. يعني قبل ما تبتدي في الكحك جهزي الحشو الاول، سواء عجوه سواء ملبن سواء العجميه. هتعمليها بالمنظر ده وتحطي في الطبق اهي كده اهي. وبقى بحطه في الطبق جنبه اهو كده اهي. هعمل كام واحده معاكم وبعد كده اكمل انا اهو. ماشي يا ساره. بالمنظر ده هخلصهم بقى ونشوف الحشوه التانية اللي هنعملها ايه. بصوا انا دلوقتي احنا هنعمل حشوه العجميه. انا حطيت دول 6 معالق زبده ونص. العجميه بتحب الزبده شويه زياده عشان تفضل طريه ولينه معاكي. ماشي، سيحها كويس الاول. لو مفيش زبده حطي سمنه، اللي موجود حطيه. احنا هنتعامل معاها معامله البشاميل، بس ان هنا الزبده زياده شويه عشان تفضل طريه. ودول 4 معالق ونص دقيق بالمنظر ده كده. تاخديهم تحميره بالمنظر ده. ومعايا العسل ده كان بطرمان، كان نص كيلو، انا واخده نصه، يعني ده يعتبر ربع كيلو عسل. وهننزل بيه على الدقيق بالمنظر ده. والنار متوسطه، لا هي عاليه ولا هي ضعيفه. وهتاخديها بقى برضو لحد ما يسمك كده معاكي زي البشاميل. بصوا بالمنظر ده. هنا المفروض العجميه بتتعمل هي اساسي بعين الجمل، بس لو مفيش عين جمل في بندق حطي، في رز حطي، مفيش لا ده ولا ده اعمليها بشويه سوداني مع شويه سمسم، هيبقوا حلوه قوي زي الفل. تفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تتقل معاكي اهي. بصوا كده، خدي بالك من الحروف بتغلي ازاي وابتدت تتقل من هنا. ابتدت تسمك ازاي. بسرعه بقى بسرعه. احنا هطفي النار واسيبها على على السخونيه بتاعه الطاسه. انا كده طفيت خلاص.
في المرحله دي اهم معانا دول 4 معالق سمسم حطيتهم اهم. ودول كانوا 170 جرام من عين الجمل. انا ممكن ما احطهمش كلهم، هقلب واشوف الاول ايه اللي قدامي عامل ازاي، محتاج تاني ولا لا كده كفايه عشان تبقى لينه معاكي. بس كده انا مش هكمله بالمنظر ده. دي بقى اوعي تحطي ايدك فيها ولا تفكري انك مثلا تكوريها دلوقتي خالص، دي لازم تسيبيها تبرد وهوريكم احنا بنكورها دلوقتي. الملبن هي تمام. ادي دول معلقتين 2 جوز الهند بس. الملبن مش هينفع يشتغل فيه غير بالايد، ما تقوليليش معلقه خالص حسب يسار التقليد. ودول حوالي معلقتين صغيرين من المزهر او موارد عشان يدي ريحه قويه كده للملبن. وهنبتدي بقى ايه بالمنظر ده كده بالمنظر ده. هاخد معلقه نشا كده عشان تسهل كمان في ايديا. ولما تيجي بقى تبتدي تكوريه لازم طبعا تحطي جاهزه طبق كده جنبك وتحطي فيه نشا عشان تقلبي تعصي ايدك فيه عشان ايه ما يلزقش. يعني انا مش هشتغل بالمنظر ده، انا هغسل ايديا وانا الشفا عشان اعرف اعمل. بس الحركه دي بتفرق كتير في النكهه بتاعت الملبن جوه الكحكايه. وريحه المزهر بيديله ريحه جميله قوي. انا بقى همشي ازاي تعالي عدي من هنا. بالمنظر ده كده خلاص هو اتعجن كويس في المزهر وفي جوز الهند. هغسل ايديا من التلزيق ده وهحط بقى نشا في الطبق ونيجي ايه اوريكم كام واحده واحنا بنكورها برضو بالمنظر ده كده. ابتدينا سيبنا العجميه هديت على ما عجننا ده وابتدينا ايه ان احنا نكور ده وده مع بعض اهو بالمنظر ده. بتعوصي ايدك كده بس في النشا، قربي هنا يا ساره كده، تعملي ايدك الاثنين عشان خاطر الملبن ما يلزقش. وهنا العجميه مش محتاجه طبعا حاجه، هي السمنه اللي فيها هتتقطع وتكور على طول كده. بقى هنخلص التكوير بتاع ده وده واوريكم الثلاث حشوات بعد ما جهزناهم كده. بعد ما خلصنا الحشوات الثلاثه للكحك بالمنظر ده، ادي الملبن وادي العجميه بقت بالمنظر ده كده اهي. بصوا طريه ازاي، نسبه الزبده او السمنه فيها لما بتبقى زياده شويه بتفضل طريه زي ما هي كده. وادي العجوه بالمنظر ده. وكده هنبقى جاهزين ان شاء الله لحشو الكحك على طول.
خلاص. يلا ده وبكده بعد ما خلصنا الكحك معاكم بالمنظر ده بالعجميه وملبن وعجوه، مش حارميننا من اي حاجه ولا حارمينكم من اي حاجه. وتعالوا بقى شوفوا ايه الكحكايه الدايبه من جوه عامله ازاي. بصوا الكحكايه، شايفين الذوبان؟ ولا تقولوا لي بقى اتول ولا تقولوا لي العبد ولا الكلام ده كله، مفيش احسن من عمل ايديكم في البيت. وبكده اكون عملت معاكم كحك العيد بكل تفاصيله. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وينعاد عليكم يا رب بالخير. ويلا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.